السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم طريقة الكبد والقوانص بطريقة زي بالظبط الكبدة الاسكندراني، بنفس التتبيلة بنفس الطعم بنفس كل حاجة، وهتعجبكم جدا الطريقة ومش هتاخد معانا 10 دقايق. يلا بينا أوريكم بقى الطريقة عاملة ازاي. أول حاجة معانا الكبد والقوانص، بنغسلهم كويس جدا وننقعهم في شوية خل، ومعانا بصلة متقطعة، حوالي 3 فصوص توم، فلفل اخضر حامي ولازم يبقى حامي عشان يبقى طعمه حلو جدا. وهوريكم التوابل دلوقتي اللي احنا هنستخدمها. واول حاجه بجيب الطاسه احط فيها شويه الزيت واضيف معاهم الثوم. بدي الثوم الاول تشويحه كده لحد ما يدي لون الاصفر معانا، يصفر كده اهو. بصوا حطيته بقى على النار، اديله تشويحه كده لحد ما ياخد اللون الذهبي، وبعد كده ابدا بقى اضيف البصل والفلفل واقلبهم كده لحد برضو ما ياخدوا اللون الذهبي، والفلفل ريحته تطلع كده ويبقى حلو جدا. دي نفس تقريبا الكبدة الاسكندراني مع اضافة بس البصل. الكبدة الاسكندراني ما فيهاش بصل. التوابل معانا عبارة عن ملح وملح صيني والبهارات السبعة وشوية من الكمون وشوية من البصل البودر. اول حاجة حطيت القوانص، بنسلقها الاول في شوية مية حبة صغيرين كده حوالي 10 دقايق، وبعدين نبدأ نحطها في الطاسة علشان القوانص بتاخد سوا عن الكبدة، فما تبقاش نية معانا وطعمها مش حلو. وبعدين ضفنا بقى معاها بعد ما خدت القوانص كده تشويحة، نضيف الكبدة عندنا. طبعا غسلناها وصفيناها من المية كويس جدا وضفناها، وبعدين ضفنا البهارات اللي انا قلت لكم عليها، الكمون والبصل البودر والبهارات السبعة وشوية ملح وشوية ملح كمان، ملح صيني لو حابين تضيفوه، بيدي طعم حلو جدا للأكل. ونسيبها بقى كده على النار، نضيف كده حبة مية صغيرين حوالي ربع كوباية من المية علشان نوطي النار ونسيبها تاخد التسوية بتاعتها 10 دقايق، ونطفي عليها النار. وقبل ما تدخل في السوا كده نضيف شوية من الخل صغيرين ونطفي النار. بس كده بقت جاهزة معانا. ونضيف بقى كده في الطبق، بصوا الجمال. وعايزه اقول لكم ريحتها وطعمها وهي حراقه كده، وطعمها في منتهى الجمال. شايفين شكلها وشايفين الصوص بتاعها عامل ازاي. اعملي بقى جنبها شويه مكرونه كده او بالعيش، في منتهى الجمال. والله طعمها ما يفرق حاجه عن الكبده الاسكندراني، بنفس الطعم والريحه بالظبط. بصوا الجمال. وهتدوقي التسوية بتاعتها حلوة جدا ومظبوطة، خصوصا ان احنا سلقنا القوانص قبل ما نحطها تتشوح. ونديها بقى عصرة ليمون فوق الوش، ودوقي بقى وجربي الطعم. لو عجبتكم الوصفة دي ولما تجربوها قولولي رأيكم في الكومنتات، وشيروا الفيديو ده وتابعوني دايما في كل الفيديوهات اللي بنزلها. شكرا لكم ولمتابعتكم من النادي.